حبايبي متابعين رواياتنا، ما تنسوش تتفاعلوا على الرواية، عايزة لايكات كتير وتعليقات حلوة زيكم. ونبدأ الحلقة بعد ما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بصت جيهان لمحمود وقالت بعياط: يا ريتني سمعت كلامك يا محمود، سامحني. محمود قال لها بابتسامة: ولا يهمك يا غالية، انتي بس تقفي على رجلك وتشدي حيلك وترجعي جيهان بتاعت زمان. انا اتكسرت، حاسة ان في حاجة جوايا بتوجعني، مش وجع السقط، وجع في قلبي. جوزي الخاين ولا ابني اللي معرفتش انه موجود الا لما نزل مني، كأنه رافض اني اكون امه. استغفر الله، ايه يا حبيبتي الكلام ده قدر ربنا، وان شاء الله ربنا يرزقك بزوج صالح يقدرك ويحبك وتجيبي منه عيال كتير. زوج صالح؟ عمر ما حاتم هيبقى صالح. ما بقاش في حاتم، هيطلقك. بصيت له جيهان بامتنان وما ردتش، فقال لها محمود: الدكتور قال انك ممكن تمشي دلوقتي، هتقدري تقومي ولا تحبي تباتي الليله دي هنا ترتاحي؟ لا ارجوك، انا عايزه اروح عند ماما، نفسي انام في حضنها قوي. يا حبيبتي يا جيجي، ربنا ما يحرمك من مامتك ابدا. وروحوا البيت، ولما عرفت فوزيه اللي حصل لجيهان صبت غضبها على الكل، لان هم خبوا عليها اللي بتعانيه بنتها، وهي فاكره طول الوقت ان بنتها بتعيش اسعد ايام حياتها مع جوزها الغني اللي كانت بتتمنى تتجوزه. الكل عذرها على اللي عملته معاهم، ومشي هاني بعد ما ودعهم وجواه مشاعر كتير مختلطة. راح لبيته وانفرد بنفسه بعد يوم طويل غريب، وهو شايل جواه مشاعر غامضة، وأولها شعوره بالشفقة ناحية جيهان، أو هو عايز يسميها شفقة عشان جيهان بتحمل لقب متزوجة، لكن مين عارف، ممكن بكرة تكون مطلقة، وده هيغير حاجات كتير. وفعلا خلص جواز حاتم وجيهان بعد يومين. ما تأخرش محمود في تنفيذ وعده لأخته، جاب المأذون وجاب حاتم وهو في حالة يرثى لها، وكان اللقاء في بيت محمود. دخلت عليهم جيهان ومحمود كان بيسندها، ما بصتش عليه، لكنها سمعت الكلمة اللي قالها، جملة قصيرة من كلمتين: انتي طالق. قصيرة لكنها كافية انها تغير وضعها من كل النواحي. لكن غريب هو شعور المرأة في اللحظة دي، ما اعتقدش ان في حد يقدر يفسر الشعور ده. كلمة انتي طالق ليها واقع قاسي على اذن المرأة، مهما حاول الرجال ان هم يفهموا او يوصفوا الشعور ده، حتى لو الطلاق ده هيحرر المرأة من زواج غير مرغوب فيه، لكن الطلاق نفسه بيخليها في حالة مزاجية غير طبيعية. وطبعا في حالة جيهان فكانت مصيبتها مصيبتين: طلاقها وفقدانها جنينها. ما راحتش غادة للشغل لمدة يومين عشان ما تسيبش جيهان لحظة واحدة، وهاني ما ظهرش طول اليوم. أما سارة ومحمود فكانوا عايزين يغيروا الجو العام الحزين للبيت. جه هاني بالليل وكان معاه حاجات كتير، وكله بالاتفاق مع سارة ومحمود. اتفاجئت جيهان بكل ده، حفلة صغيرة عاملها محمود وسارة في الجنينة، كانوا حاطين ترابيزة عليها أشهى أنواع الطعام وهدايا مغلفة وكراسي بعدد أفراد الأسرة. بصت جيهان لكل ده، فقرب منها محمود وقال: ايه رأي البرنسيس جيهان؟ كل ده عشاني؟ لولا تعبك كنا خرجناكي في احسن حتة فيكي يا مصر. جيهان بسعادة: انت احسن اخ في الدنيا. حضنها محمود بحنان وقال: وانتي احسن اخت في الدنيا. انتي عارفة انتي لسه في نظري البنت الصغيرة اللي ما بتسمعش الكلام وبتعند معايا. عايزك ترجعي زي الاول وتغلبيني وتتخانقي معايا ونجري ورا بعض ونكسر البيت كله. جيهان بابتسامة حزينة: ده كان زمان، اللي اتكسر عمره ما هيتصلح. هيتصلح، واوعدك انتي لسه صغيرة. بصي ما تفكريش في اي حاجة النهاردة، عايزين ننبسط ونغير مود الكآبة اللي احنا فيه ده. كله بسببي، انا عارفة. عايزة الحق، انا كمان السبب. غلطت في حقك واسأت معاك الاختيار. الحمد لله، كله قدر ومكتوب، وان شاء الله بكرة احلى ان شاء الله. وعندي ليكي مفاجأة تانية. خير؟ فتح اول هدية وخرج منها الباسبور الخاص بيها وفي تأشيرة الحج. هنطلع كلنا موسم الحج اللي جاي، ايه رأيك؟ بجد؟ الله، دي احلى هدية. ربنا يسعدك يا جيهان يا رب. وخرج كل الهدايا التانية واللي بتعبر عن حب عيلتها ليها. وقضت جيهان ليلة سعيدة مع أسرتها. رجعت غادة شغلها بعد غياب يومين،
وكانت متلهفة لزيارته. في اليومين اللي فاتوا كانت مشغولة على جيهان، لكن كان في جزء في قلبها مشغول على مريضها. هي مش عايزة تعترف انه بيشغلها، لكنها سابت العنان لمشاعرها تاخدها المكان ما هو موجود. خبطت على الباب ودخلت وعلى وشها ابتسامة كبيرة، وقالت بمرح ملحوظ: مساء الخير. وقفت امه اول ما شافتها وقالت: مساء الخير يا بنتي، اخيرا جيتي. اسفه والله يا طنط، كان عندي شويه ظروف عائليه. وجهت له الكلام وقالت: ازيك يا كابتن، انتي شايفه ايه؟ بصت لها الهام وهي بتقول لها بشفايفها: معلش معلش. قالت غادة بهدوء وهي بتبص في التقرير اليومي: انا شايفه انك احسن النهارده. شريف بصوت حزين: شايفه؟ انا شايفه. انت حاسس بايه؟ شريف باستغراب: حاسس بايه؟ يعني ايه؟ يعني اصاباتك مش حاسس بتحسن؟ دول كام يوم اللي عدوا يا دكتورة، مش كام شهر. انا زي ما انا. غادة وهي بتقعد على الكرسي جنب مامته: عارف يا كابتن، في حالات بتجيلنا في حوادث زي حضرتك كده، والنتيجة ايه؟ بتر، عجز، والعجز انواع، وفي ابشع حاجة اللي هي الموت. وحتى لو قاطعها بسخرية وقال: بصي كلامك ده محفوظ، واحمد ربنا على اللي انت فيه، وفي ناس حالتها اصعب منك. انا حفظت الكلام ده من كتر الناس اللي بتقوله، وفريه المصاب تاني. بصت له بصدمة ووجعها كلامه وحست بالاهانة. بصت لمامته اللي واضح ان لا حول ليها ولا قوة معاه. وقفت وما اتكلمتش وتابعت شغلها، وكملت كشف عليه بطريقتها، ونزلت دمعة من عينيها غصب عنها. مسحتها قبل ما مامته تشوفها. دخلت الممرضة في الوقت ده عشان تغير له المحلول اللي متوصل بوريده. بصت له الممرضة بقرف بطريقة ما فهمتهاش غادة، ومسكت الممرضة ايده وقالت بنفاس صبر: ممكن احط لك الكالونة؟ هو كل شوية ما هو كل شوية حضرتك بتشيلها، المفروض تفضل في ايدك طول ما حضرتك قاعد هنا. انت ازاي تتكلمي معايا بالطريقة دي؟ انت نسيتي نفسك؟ انت هنا بتخدميني وبس، وما تفتحيش بقك. هاتي انا هحطها له، روحي انتي. خرجت الممرضة وهي سعيدة انها مش هتتعامل معاه. شريف وهو بيدافع عن نفسه: هي اللي ايديها تقيلة وبتحط الابرة في ايدي كأنها سكينة، بتوجعني قوي. وانا ما سألتكش. جهزت غادة المحلول وقالت بجفاء: ممكن تفرد ايدك؟ مدلها ايده وقال بعد شوية: ما يلا حطي البتاعة دي. قالت له بهدوء: انا حطيتها خلاص. ايه؟ طيب. هي كانت عارفة انه محسش بيها، لكن كبرياءه وعناده منعه انه يعترف بده. خرجت من الأوضة وهي حاسة بمرارة في حلقها من تعامله معاها بالجفاء ده، وهي اللي كانت مشغولة بيه اليومين اللي فاتوا. خلصت شغلها زي عادتها وما عدتش عليه تاني تجنبا لأي كلمة تجرحها. جه الليل وبعد العشاء دخلت غادة أوضتها. كانت جيهان نايمة على السرير سرحانة، فقالت لها غادة بطريقة مسرحية وهي بتضحك: ورجعنا تاني لبعضينا. أيوة يا أختي، شفتي؟ بصراحة أحلى ما في الموضوع إنك هترجعي تقعدي معايا في أوضة واحدة. بس المرة دي هننام جنب بعض. يا ريت يا حبيبتي، ونقعد نرغي كل يوم لحد ما ننام. ده أنا كنت في نعمة ومش حاسة بيها. نعمة إيه؟ نعمة الأهل. وكنت عايزة أسيبكوا عشان أتجوز وأعيش حياتي. إن شاء الله تتجوزي تاني وتعيشي حياتك بجد. مش عايزة أتجوز خلاص، كرهت الجواز كله. أنا هنا مبسوطة وسعيدة وزي الفل. بيتهيألك. بصي، عايزاكي تنسي اللي حصل وما تفكريش في اللي فات ولا اللي هيجي. سيبي نفسك وربنا هيقدرلك كل خير ونعمة بالله. بس يا غادة صعب قوي انسى اللي عشته، كأنه بجد كابوس. حاسة بوجع في قلبي مستمر 24 ساعة. انا عرفت علاجك. قولي يا دكتورة. القرآن. اقسملك بالله ما هتندمي وهتدعيلي. في بالي على فكرة يومين كده وفوق من اللي انا فيه. الشيطان اللي بيقولك اجلي ومش دلوقتي والكلام ده. افهميني بس، انا قصدي اني عايزة اروح تحفيظ او معهد، اي مكان من دول، بس مش دلوقتي. ايوه كده يا حبيبتي، هي دي الافكار. ربنا يتقبل منك يا رب. طيب انا هقوم اخد دش واجي انام. ماشي يا حبيبتي. وقامت جيهان وخرجت من الأوضة، وفتحت غادة اللابتوب وجابت جوجل وكتبت شريف عبد الهادي. ظهر لها صور كتير ليه وهو في الملعب ومع اصحابه. اختارت صورة وشه باين فيها وضغطت عليها وكبرت الصورة. حست بدقات قلبها عليت وابتسمت من غير ما تحس وهي بتتأمل ملامحه الواضحة. الصورة صامتة
ما بتعبرش عن البركان الخامد في أعماقه. ابتسامته في الصورة بتدي انطباع إنه إنسان هادي، لكن كل ما تفتكر عصبيته عليها وعلى الممرضة تستغرب. أول لقاء معاه كان لطيف أو عادي، لكن بعد ما عرف إصابة عينه اتغير. قفلت غادة المتصفح وقفلت الجهاز كله. وقفت غادة وهي بتفكر في التغيير اللي حصل لشريف. حطت على عينيها ماسك ومنعت دخول الضوء لعينيها. كانت عايزة تدخل للعالم بتاعه، تشوف اللي بيشوفه. بدأت أول خطواتها في هذا العالم الأسود. لقت نفسها بترفع ايديها في الهواء عشان تتحسس الحاجات اللي قدامها. وصلت لباب الأوضة وفتحته. بدأت تتجول في الريسبشن بره. خبطت في أكتر من حاجة لحد ما لقت اللي بيمسكها من كتفها. شالت الماسك من على عينيها ولقيتها جيهان بتبصلها باستغراب. انت اتجننتي يا بنتي، ايه اللي بتعمليه ده؟ خضتيني يا جيهان. لا والله ده انت اللي خضتيني. خرجت من الحمام لقيتك رابطه عينيكي وبتتمشي في الصاله. ايه بتمثلي السائرون نياما؟ كنت بجرب الناس اللي مش شايفين حاسين بايه. اعوذ بالله، ليه بتبشري على نفسك؟ لا ابدا، بس في ناس في المستشفى بتفقد بصرها، بيصعبوا عليا. ربنا يرحمهم ويصبرهم. امين. يلا عشان ننام. يلا. وجي تاني يوم ودخلت غادة عليه ورمت السلام بصوت واطي. بصت على الكالونة اللي في ايده، لقيتها موجودة في مكانها من امبارح وما شالهاش. كانت مامته مش موجودة في الأوضة، لكنها سمعت صوتها في الحمام. خلصت شغلها وكانت خارجة، لكنها سمعته بيقول لها بصوت أجش: دكتورة غادة. حست ان مفاصلها ثابت وقلبها دق بسرعة. كل ده قبل ما تبصله، فبصت له وقالت بصوت مرتبك: ايوه اسف على الكلام اللي قلته لك امبارح. ما ردتش غادة، ما حبتش انها تقطعه، عايزاه يكمل كلامه. انتي هنا ولا مشيتي؟ موجودة. سامحتيني، انا اللي عايزة اعتذر لك. انتي ما عملتيش حاجة. لا عملت حقيقي، انت كان عندك حق. اللي انت حاسس بيه صعب قوي وما ينفعش اكلمك وانا مش في وضعك. كلامي وكلام الناس اللي حاولوا يخففوا عنك قبلي كان كتير عليك، واكيد عملك ضغط على اعصابك، وده اللي خلاك تتعصب عليا امبارح. وبصراحة حقك. انتي بتتكلمي بجد؟ اصل كأنك بتوصفي اللي انا حاسس بيه بالظبط. ايوه. وعايزة اقولك على حاجة تانية، الكالونة انا ما شلتهاش من امبارح. اشمعنى دي؟ بصراحة ما حسيتش بايدك خالص لما حطيتيها، مش زي التانيين بيدبوها في ايدي. ضحكت غادة من قلبها، وكان لضحكتها مفعول قوي عليه، فابتسم ولأول مرة من أول ما دخل المستشفى. شريف وهو على وشه ابتسامة: بتضحكي على ايه؟ لا اصلي يعني انت لعيب كورة وبتتعرض لإصابات وخبطات، مضايقاك حتة إبرة؟ أقولك على سر. غادة بسعادة: قول. أنا بخاف من الحقن. ضحكت غادة وتوقعت انه يتعصب عليها، لكنه ضحك هو التاني. في الوقت ده خرجت إلهام من الحمام وشافته وهو بيضحك، فقالت: بسم الله ما شاء الله يا حبيبي يا شريف، انت بتضحك؟ تعالي يا ماما. ازيك يا دكتورة؟ معلش اول مرة اشوف شريف بيضحك من اول ما جه هنا. بصيت له غادة وقالت: وان شاء الله مش هتكون اخر مرة. وخرجت غادة من اوضته وهي فرحانة جدا. كفاية انها سمعت ضحكته بترن في ودانها. عدت على كل المرضى والابتسامة على وشها طول اليوم، كأنها ملكة السعادة وبتنشرها على كل الناس. أهي بداية قصة جديدة أم أنها نزوة خطيرة لا تعلم غادة عواقبها؟ أهي مالت إليه لأنه لا يراها وهذا يزيد ثقتها بنفسها، أم أنه بالفعل أثرها بغموضه ثم بضحكته الخلابة؟ كلما تتذكر تلك الابتسامة وصوت الضحكة تشعر بالقشعريرة تمر بكل أوصالها. هل هذا هو هل يمكن أن يكون قد تملك من قلبها؟ ترى ما هذا الذي تقدمي عليه يا غادة؟ وماذا سيجلب عليك؟ المتاعب أم السعادة؟ واللي حصل تفتكروا شريف هيحب غادة زي ما هي حبته؟ وإيه اللي مستخبلهم في الأيام اللي جاية؟ كل ده هنعرفه في الحلقات اللي جاية. انتظرونا. لو وصلتم معانا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو منكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.